الفوراي ويريض عند خيك سال فوراي يحزن الظهر يا الكاظم اقفاي مدامك بالوجود تاب نعداي كل اخويا لغاي لك نية ترد لغاي لك نية يا ابو فاضل لك نية ترد لغاي اخويا الاخل راح يكسر ظهر خي ردتك عون يا اخويا وتجي تبار زينب وسكنه ورقي ما هي الا لحظات واذا بالنداء عليك مني السلام اخي ابا عبد الله وقصد اليه الحسين وصل بجواره ادار بيده على رقبه اخيه يقول وصل يما الحسين ودار اليدين على رقبة خيه وهلت العين اي والله وهلت العين العباس ون وصاح يا حسين خويا شوقك بيش وانا بغير شفيه يتحاجوا يا خي قعد عباس يتحاجوا يا خي يقل له دمعته على الخد جري يا خويا حسين مقطوعات يدي انا شبقك بيش من تشبق علي اقول ايوه ما اصعب وداع الحسين لأبي الفضل أم وداع زينب لباقي إخوتها عندما عادت إلى دور الأحبة دار الوطن ونظرت إلى دار الحسين مظلمة خالية فنادت بربوعها أيوة أخاه وحسينا ويا هذه أصعب لحظاتها عندما تنظر إلى تلك الذكريات وعاد شلون ذكريات مع الحسين وشلون أخو مثل الحسين قالت خويا هذا البير بوينا يا خويا هنا قعدنا هنا حكينا وهذا مكان من الحنين وصيت من يا حسين بينا يا خويا خوايا مامان يا حيف الزمان وياي خوان عيون من البجع على المشو خوايا بعد ما ظل لي موت وين اخوانك يا زينب بعد ما ظل لي موت خوان وانا اخواني خذت الغاضريه يا خويا وانا اخواني خذت الغايه يا ضريه بالدعاء هذا اهدي لي امام زماننا يقولون هو يحب الرضيعه هذا الرباب يقول وقلب والده وحنينه على الولد قامت تعاتب تقول له الشمات يا منبع للمكارم وهالشيمات شمات تخليني يا يمه بين شمايت جنيت كل يوم اشمك ثليث يا الولد يا ابني كنت كل يوم اشمك ثلث شمات وهسه تشمك بدال الوطيه هسه تشمك